فايت ناري من الدرجة الأولى. كل بطل فيهم ليه وزنه، ماتش مش سهل أبدا على الطرفين، كل واحد متعطش لإثبات ذاته. تعالوا بينا دلوقتي نتكلم في البري ماتش اللي احنا هنعمله، مين فيهم اللي ممكن يكسب. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. أعزائي الملاكمين الحلوين، عزيزاتي الملاكمات العسلات، وحشتوني. بقالنا كتير ما تقابلناش على اليوتيوب، وده لأننا مركزين في الكامبين اللي شغالين عليه على الشورتس والمعلومات السريعة، سواء كان على اليوتيوب أو تيك توك أو الانستجرام أو حتى الفيسبوك. فهنرجع الفترة اللي جاية نشتغل تاني على حلقات اليوتيوب علشان الناس اللي تتعلم بوكسنج تبدأ تاني إنها تشبع المعلومات بتاعتها والرغبة بتاعتها في التعلم إن شاء الله الفترة اللي جاية. ولكن بدون تطويل، تعالوا نبدأ النهاردة نتكلم في البري ماتش ما بين البطلين الكبار لوماتشينكو وديفن هاني. انا عملت كده ملخص سريع لمميزات وعيوب كل واحد، فتعالوا نبدا بلوماتشينكو. لوماتشينكو من المميزات بتاعته اولا ان هو ساوث بو او اشول، يعني معناها ان هو مختلف عن الملاكمين المعتادين او اللي هم اللي بيكون الناس عموما متعوده تلعبهم. فالاشول دايما مميز انه مختلف شويه. طبعا لو انت كملاكم بتجيد التعامل مع الاشول وعندك يعني تريننج بارتنر معاك بيبقى اشول، فبتقدر تجرب معاه حركاتك وبتقدر انك تفرض سيطرتك وبتعرف التريكس اللي ممكن تعملها مع الاشول، فده بيمثل لكش مشكله. لكن في العام لو انت ما بتلعبش شول كتير او مش متعود او المدرب بتاعك مش ما خدش باله من النقطه دي وجيت وقعت مع ملاكم اشول، ممكن تتهز. فمميزاته ان هو اشول هاي تكنيك، او ان هو اصلا من القابه هاي تك. ف فلوماتشينكو التكنيكس بتاعته عاليه قوي، الفوت وورك بتاعته رهيبه مش طبيعيه، يعني ماتريكس زي ما كانوا مسمين. باور بانشر، يعني ضرباته قويه جدا جدا، اوكراني بقى وواخد المدرسه السوفيتيه في اللكم، وامكانياته عموما البدنيه جباره. ومتميز كمان في البودي بانشز بتاعته، وقع بيها كتير، ومن ايام الهواة تاريخه معروف لان هو اتنين اصلا ذهب اولمبياد، اللي هو كان ذهب بكين وذهب لندن، وبعديها بدأ سكة الاحتراف وما بينهما من بطولات طبعا ذهب. بعد كده عندنا ان هو دلوقتي في حالة من الجوع لإثبات ذاته. هو دلوقتي يعني عاوز يثبت ذاته، هو حس انه اتغدر بيه، حس انه اتخطف لما تيوفيمو لوبيز خد منه الأحزمة، ومن ساعتها بيحاول تاني انه يثبت ذاته، وكمان مع الحوارات بتاعت اوكرانيا دلوقتي واللي بيحصل والكلام ده كله، فهو متعطش قوي لاثبات ذاته ان هو يرجع تاني ويكون حتى سبب في التأثير في العالم تحت علم اوكرانيا، يعني ان هو يوصل رسالة اوكرانيا زي ما زميله وصديقه اوزيك عمل في المباريات بتاعته اللي فاتت. طيب العيوب بتاعت لوماتشينكو ايه؟ انه قصير قدام البطل اللي بيلعبه اللي هو ديفن هاني. هو قصير بالنسبه له، بس لو ظبط الفوت وورك اللي هو كده كده اصلا متميز بيها، لو ظبطها صح في الفايت ده مش هتكون عيب كبير. عشان كده انا حبيت ابدا بيه ان هو مش عيب كبير. بعد كده هنبدا نخش في ان هو هيقابل مواجهه مع الجابس بتاعت هاني يعني متميز جدا في الجابس. فلوماتشينكو هيواجه صعوبه في ان هو يحاول يطلع من الجابس السريعه والخاطفه، لان ديفن هاني متميز جدا بيها. عنده إصابة سابقة في الكتف و... وعمل فيها عملية وده شيء ممكن يكون مؤثر عليه. ولكن لو يعني وده المعروف، يعني المفروض ان هو يكون معاه دكاتره كويسين يرجعوه من التاهيل. هو لعب الماتشين اللي فاتوا بكفاءه عاليه، ممكن مش 100% من المستوى اللي احنا متعودين عليه منه، ولكن يعني عمل شغل كويس. فالإصابة ممكن تكون سبب في التأثير عليه من النواحي السلبية شوية، ولكن إذا تفاداها وكان عدى منها كويس يبقى تمام. وآخر حاجة بالنسبة للعيوب بالنسبة لوماتشينكو، مش هتكلم عن السن لأن أنا مؤمن بمقولة إن العمر مجرد رقم. وفي نفس الوقت الناس عموما الروس والأوكران والمدرسة السوفيتية عموما فكرة السن دي آخر حاجة بيفكروا فيها، وقبليه الأبطال الكبار وآخره كليتشكو وصل إنه بيلعب لغاية الكام. فما بالكم بقى بلوماتشينكو نفسه.
35 سنه مش كبير قوي يعني. هو ممكن يكون رقميا في عالم البوكس كذا، بس هو لو اشتغل عليه على نفسه بذكاء وقعد فتره تدريب كويسه وكده، مش هينفع اتكلم عن الرقم مع لوماتشينكو. كده احنا خلصنا لوماتشينكو من ناحيه المميزات والسلبيات. هبدا اخش دلوقتي على ديفين هاني. برضو المميزات بتاعت ديفين هاني، اولا ان الريتش بتاعه جميل جدا، محسوب بالملي، عارف هو بيظبطه ازاي في لحظه دخول الخصم ولحظه بعد الخصم. ودي مهاره مش اي حد ممكن يتقنها، دي محتاجه سنين من التدريب. الجاب بتاعته اسطوريه لدرجه انه جاب بطوله العالم بالجابس. جاب بطوله العالم بالجابس. فالجاب بتاعته اسطوريه يعني مش اي حد يعرف انه يتفاداها. فمطلوب من ماتشينكو انه يعمل مجهود رهيب علشان يعرف ان هو يظبط الديستنس بتاعته، او يظبط الدخول عشان يقدر يسدد اللكمات الباور بانشز بتاعته في هاني، عشان يقدر ان هو يتغلب عليه. عنده ثقه وهدوء. هاني عنده ثقه وهدوء بيساوي ثبات انفعالي جبار. مش اي حد ممكن يكون عنده الثقه والهدوء بتاعته، فهو عنده ثقه وهدوء، وكمان سنه صغير، فجامع ما بين يعني حاجات جميله قوي وثقه عاليه قوي بدون ما تتحول لغرور. وده بيزيد يعني من احترامي ليه، انه مش مغرور زي بقيه جيله الشباب اللي بتاخدهم الهسه كده، وتلاقيهم ان هم يعني شغالين بقى عايشين اللحظه، او ان هم بيأفوروا، او ان هم تحس انهم فيك. لا، هو مش كده خالص، وبطل يحترم فعلا، واخلاق، ومثال للبطل الحقيقي. عنده سرعه ومهاره في اللكمات ورد الفعل. يعني عنده سرعه في لكماته. في الجابس كان بوسز كانش عارف يشوفها، كانت بتلبس فيه، خلصت الماتش جابس. يعني ايده اليمين طلع كام مره في الماتش بالنسبه للماتش كان بوسز، وبيلعب على احزمه العالم وجابها. ف... ف... فسرعه رد الفعل بتاعته يعني رهيبه بصراحه، ما شاء الله عليه. وفي نفس الوقت المهاره بتاعته عاليه قوي، والتكنيكس عاليه قوي بتاعته، وبيلعب على الستايل بتاعه بالشوكه والسكينه، يعني في هدوء وفي ثبات واداء مهاري عالي جدا. واخر حاجه انه سنه صغير. سنه صغير ووصل للبطولات دي، ف ان هو يعني لسه قدامه مشوار طويل، ولسه مزيد من الانجازات قدامه بكتير، وهيفاجئنا ان شاء الله في المستقبل بحاجات افضل باذن الله، نتمنى له ده. نبدا نخش على العيوب بتاعته. ان التعامل مع الاشول، بحس ان ديفن هاني عنده مشكله مع الاشول شويه، مش خطيره قوي ولكن مؤثره. ان هو يعني بيواجه صعوبه في التعامل معاه. وطبعا فرق الخبره ما بين لوماتشينكو وديفن هاني يعني لوماتشينكو انا بتهيألي شفت له قبل كده بوست، كان مش عارف حوالي 350 فوز في الهواه يعني متخيلين ارقامه غريبه يعني. فهو خبرته اكبر بكتير من ديفن هاني، ولكن الفتره دي او البوكسنج عموما ملهاش كبير. و... واتخطفت من لوماتشينكو في عز مجده من لوبيز، فملهاش كبير. وطبعا لو قعدت اذكر ان فعلا على مقوله بس ان البوكسنج ملوش كبير او الملاكمه ملهاش كبير، انا مش هخلص عن الابطال اللي فاجئونا سواء بفوزهم او بخسارتهم يعني. بالنسبه ان عنده مشكله في المواجهه مع البادي بانشز او الباور بانشز في البادي. انا بحس ان ديفن هاني من ماتشاته السابقه عنده مشكله في الموضوع ده. فاذا كان اتمرن عليها صح وظبط التكنيكس بتاعته صح وظبط الدنيا بتاعته صح، هيقدر ان هو يعدي من الباور بانشز بتاعت لوماتشينكو. طيب، انا كده اتكلمت عن المميزات والعيوب. البطلين انا بحب ديفن هاني من ناحيه اخلاقه وتعاملاته واسلوبه وستايله، وانه هادي وانه راقي في لعبه وستايله شيك وبسيط. وفي نفس الوقت لوماتشينكو ده عشره يعني. لوماتشينكو من بداياته احنا كنا طالعين يعتبر مع بعض، لعبنا مع بعض الاولمبيكس، بطولات العالم في اذربيجان، الكلام ده كله، كنا معسكرين مع بعض في اوكرانيا. فدي عندي معزه خاصه، وانا تاثرت بستايله في فتره من الفترات، وحطيته ضمن الستايل اللي انا كريته، خدت منه حاجات. فهو بصراحه يعني انا ليه عندي معزه خاصه، بتمنى له طبعا التوفيق، وبتمنى كمان لهاني. هيكون ماتش صعب على الاثنين، مش سهل، ماتش قوي جدا، وممكن ياخد ماتش السنه دي بصراحه، يعني ياخد ماتش العام. فانا بتمنى للاثنين التوفيق، هنستمتع ببوكسنج كويس ان شاء الله. ومش عارف تفتكروا ممكن القاضيه تكون موجوده في الماتش ده ولا لا؟ فانا هسيب لكم انكم مساحه ان انتوا تسيبوا لنا رايكم في التعليقات على الموضوع ده، وتقولوا لنا من وجهة نظركم مين اللي ممكن يكسب، وفي نفس الوقت نتفرج على الماتش سوا. اتمنى البطلين التوفيق، واشوفكم على خير دايما. تشاو.